القنوات الرائعة الله اللي يكرمك. كانت نتيجة الثورة الجميلة يعني. طبعا شبابها كلهم حماس ما شاء الله بصراحة. شباب. مبروك على القلل. الله يبارك فيكي، بس في ذمتك مش احسن من الميه اللي بتبقى في الثلاجات؟ كتير، بس انت ما قلتلناش هي كام قدم يا ست غالي؟ القله آه. يعني بسم الله ما شاء الله 5 ادم. لا واكلك جميل ولمساتك جميلة جدا جدا. انت اجمل يا حبيبتي. انت طبخه ايه النهارده؟ النهارده مكرونة زي اللي انت عاملاها امبارح، بعملها انا على طول على فكرة بالثوم اصلا. عامله جنب المكرونه ايه؟ مكرونة؟ عامله فراخ جنب بايتة مش فراخ. كل ما حد يكلمني فراخ النهارده اقول جديدة له فراخ. راعوا نفسيتي. بالهنا والشفا. الهنا والشفا. الحمد لله. جميل والله ولذيذ جدا يعني. الله يكرمك، انت اجمل. ربنا يخليكي يا حبيبتي. كنا عايزين نعرف طريقة الكشري المصري، احنا اساسا اسكندرانية. اهلا بكل اهل اسكندريه يا حبايبي. انت عاوزه الكشري المصري بتاعنا ابو عدس وجبه؟ ايوه. في حاجتين، انت ممكن تعملي العدس لوحده ابو جبه تكمريه، يعني تسلقيه بالكمون والملح، وممكن تحطيه على الرز، ممكن تسويه مع الرز وتعملي الصلصه بتاعته كده بفص توم حلوه، بس ما تكونش برده تخينه قوي، وتعملي الدقه بتاعته توم وخل وليمون وكمون وملح. دي الدقه اللي بتترش عليه. والمكرونه بقى شكلي زي ما انت عاوزه. وانا هعمله لك وهتشوفيه بعينيكي قدامي. يا ريت الله يخليكي. ما تقلقيش.